اللي تحب طياب الزمان وبنة زمان ليكم هذا الفيديو. لوبيا مشطو بالبصل والطوماطيش بالطبع والشان، بنة لا تقاوم. فقط قلوا مليح ماكلتكم وتبعوا كامل الوصفة وراح تتعلموا تطيبوا وماكلتكم تجيكم عسل. وإلاكم حابين تعرفوا الوصفة تبعوا معايا حتى آخر الفيديو. السلام عليكم. اليوم في قناة شهية طيبة راح نديرو جواز مشطو، ماشي كيما تاع المره اللي فاتت درناه بالثوم وحشيش مقطفه. اليوم رايحين نديروه بالبصل والطوماطيش واللحم، يجي بنين وعلى قاني. واش راح نحتاج في الوصفه؟ نحتاج مشطو، غسلوها مليح، نقوها وقطعوها. نحتاج بصل، عندي لهنا 3 حبات كبار، قطعوهم هكذا ما ديروهمش رقاق. نحتاج اللحم، انا عندي عظومات، هذوما عظومات نديرهم باش يطلقوا لي البنه. على بالكم بلي اللوبيا بالبصل والطوماطيش تجي بنينه باللحم. نحتاج 5 حبات طوماطيش يكونوا كبار، تحبوا ترحوهم تحبوا تسكرفجوهم. مغرفه كبيره معمره مليح، طماطم مصبره بلا ما ننساو نديروا لها مغرفه سكر. التوابل ملح، مغرفه صغيره معمره فلفل مكحل، مغرفه صغيره ماشي معمره قرفه، 2 مغارف بيان بومبي عكري. نحتاج الزيت بطبيعه الحال ومغرفه كبيره سمن. هادو هما المقادير. نمر الان الى طريقه التحضير. الحاجه الاولى اللي نديروها، نديرو المشطو تاعنا في الماء ونديرو لها شويه ملح ونخلوها طيب. ونجيبو الطنجره تاعنا نديرو لها شويه زيت، نزيدو مغرفه معمره سمن، ندير لي المخصو تاعي تاع اللحم. قلت لكم انا عندي عظيمات هذوما، نديرهم باش يطلقوا لي البنه. اللوبيا بالبصل والطماطيش تجي باللحم وبنتها كامل في اللحم. ما عندكمش مصوبات ملاح ديروا كيما انايا، المهم تجي ماكلتكم بنينه. دير البصل، درت 3 حبات كبار ونقطعوهم رقيق. ونخلوهم يتقلى. البصل تاعنا راه تقلى مليح مع اللحم. نضيفو طماطم مصبره، نزيدو معاها شويه سكر ونخلطو. كل خطره راني نعاود نقول لكم هكذا باش اللي راهي تتعلم تولي تعرف الماكله باش تجيكم بنينه. لازم تقليه، لازم تقلوا مليح المكونات. هنا نزيدو عليها طماطيش حب، ونضيفو التوابل. عندنا ملح وفلفل كحل، قرفه وعكري. عكري ديروا مليح باش تجيكم المريقه نتاعكم حمرا على الله. ونخلطو هكذا ونزيدو نخلوهم يتقلاو مع التوابل. من بعد ما تقلاو لي المقادير، شوفوا كيفاش راهي ديك المريقه راهي تشهي. نروحو نجيبو الماء سخون ونمرقو الطنجره تاعنا. توجور نمرقو بالماء سخون. وكل خطره نعاود نقول لكم كي تيبيسيو مليح، ديروا التوابل مليح ومرقوا خطره واحده هكذا.
باش ماكلتكم تجيكم بنينه. ماشي ديروا شويه ما من بعد تنشف وتعاودوا ديروا، تجيكم ماكلتكم شرورو كما نقولوا حنايا الزغلي والماء يغلي. نرقوا خطره وحده. انا لهنا نغطي عليها، نخلي اللحم ديالي يطيب مع البصل والتوابل. لهنا المشطو راه يطيب، نخلوها حوالي 4 ساعه. مر 4 ساعه ما تخلوهاش كتر، نحوها حطوها في الكسكاس، شلوها مليح بالماء بارد وخلوها تقطر بيد ما يطيب اللحم ديالنا، ونكملوا بقيه الوصفه. خليت اللحم تاعي يطيب ابتي فو، نطلع عليه نشوفوا الا طاب. فوالا، او تخلوا الطياب، لا يدخلوا الطياب. نروحوا نضيفوا عليه المشطو اللي خليناها غلات في الماء والملح 4 ساعه. قلت لكم مور ما تغلي ديروها في كسكاس وشلوها بماء بارد وخلوها تقطر. اللحم ديالنا راهو طاب نص طياب، نرموا عليه المشطو ونخلوها تكمل طيابها مع اللحم هكذا، باش تاخد هذيك البنه تاع اللحم وتكمل طيب. فوالا، شوفوا ديك المريقه راهي تشهي. وتوجور نقول لكم الماكله طيبوها على نار قليله. فوالا، انا لهنا نغطي عليها، نخلي المشطو تكمل طيابها مع اللحم لا يطيبوا. نروحوا نشوفوا الجواز نتاعنا في طاوله التقديم. هاو الجواز نتاعنا في شكله النهائي. شوفوا كيفاش جا طاب زبده، هذاك اللحم طاب زبده. شوفوا المشطو تاني طابت زبده. قلت لكم خلوا الماكله تاعكم طيب ابتي فو على نار قليله، ما تقولهاش النار. زمان كانوا باش يزكوا الماكله يزيدوا يقطعوا معها حبيبه بطاطا، خاصه اللي عندهم اطفال بزاف تقدروا تزكوا ماكلتكم وتقطعوا حبيبه بطاطا لداخل تاني تجي بنينه. ها هي شوفوا كيفاش جات هذيك المريقه راهي حمرا تشهي، وداك اللحم طاب زبده تجي بنينه. جربوها طريقتي، راني متاكده باللي راح تعجبكم. ما بقى لي نقول لكم ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله.